شاعرة عاشت عصرين، الجاهلية والإسلامي، فهي شاعرة مخضرمة لم تبك 4 من أبنائها كما بكت أخا واحدا بقية حياتها. هي سيدة الرثاء، غير أنها إلى ذلك قالت في الفخر وأظهرت اعتزازها بقبيلتها وبطولات أهلها. فمن هي؟ الخنساء، وهذا لقبها. أما اسمها الحقيقي فهو تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية. قال الحصري في كتاب زهر الآداب: لقبت بالخنساء كناية عن الظبية، وكذلك الذلفاء، والذلف قصر في الأنف، ويريدون به أيضا أنه من صفات الظباء. ولدت الخنساء حوالي عام 48 قبل الهجرة بنجد في قبيلة بني سليم من مضر. كان والدها وإخوتها من الفرسان الشعراء، مما أثر في تكوينها الأدبي. وكان أخوها معاوية بن عمرو شاعرا وفارسا، وكذلك أخوها صخر الذي اقترنت أشعارها بذكره كثيرا. مات أخواها هذان معاوية وصخر فرثتهما، ورثاؤها لأخيها معاوية دون رثائها لأخيها صخر، ذلك أن صخرا كان أحن عليها وأشد رأفة بها، وكان يأتيها بماله كله فيقسمه بينه وبينها. أما رثاؤها لأخيها معاوية فمنه قولها: ألا لا أرى في الناس مثل معاوية، إذا طرقت إحدى الليالي بداهية، ألا لا أرى كالفارس الورد فارسا، إذا ما علته جرأة وعلانية، وكان لزاز الحرب عند شبوبها، إذا شمرت عن ساقها وهي ذاكية، فأقسمت لا ينفك دمعي وعولتي عليك بحزن ما دعا الله داعية. وهذا بلا شك أقل في عاطفته ولوعته مما قالته في أخيها صخر. وصخر هذا كان قد خرج إلى قرب ديار هذيل يريد الغزو، فبرز له رجل من هذيل وطعنه في صدره فجرحه جرحا شديدا، فلم يزل الجرح في صدره حتى يؤس منه، فسأل امرأته عنه فقالت: لا حي فيرجى ولا ميت فيريح، وهو يسمع قولها، فقال فيها: أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمى مضجعي ومكاني، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهوان. وظل جرحه يهدمه عاما كاملا حتى فارق الحياة، فتفجرت عاطفة الخنساء فرثته بأجمل ما في رثاء الأخ من البيان الذي يفيض تحسرا وتوجعا. ولها قبل الإسلام قصة مشهورة في سوق عكاظ، إذ التقت الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه في خيمة النابغة الذبياني الذي كانت تضرب له قبة حمراء، فيجلس الشعراء العرب ينشدونه فيحكم بينهم. فأنشد حسان بن ثابت يومئذ قصيدة مطلعها: ألم تسأل الربع الجديد التكلم بمدفع أشداخ فبرقتي أظلم. وأنشدت الخنساء قصيدة لها في رثاء أخيها صخر مطلعها: قذا بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت مذ خلت من أهلها الدار. فقال لها النابغة: اذهبي فأنت أشعر كل ذات ثديين، ولولا أن هذا الأعمى، وكان يقصد الأعشى الذي أنشده قصيدته قبل حسان وقبل الخنساء، ولولا أن هذا الأعمى يقصد الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من في السوق. فغضب حسان بن ثابت وقال: أنا أشعر منك ومنها. فقال النابغي: ليس الأمر كما ظننت. ثم التفت إلى الخنساء فقال لها: يا خناس خاطبيه. فالتفتت إليه الخنساء وقالت له: ما أجود بيت في قصيدتك هذه التي عرضتها آنفا. فقال:
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فقالت الخنساء: ضعف افتخارك وأنزرته في 8 مواضع. قال: كيف؟ قالت: قلت لنا الجفنات، والجفنات ما دون 10، فقللت العدد، ولو قلت الجفان لكان أكثر، وقلت الغر، والغرة البياض في الجبهة، ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعا، وقلت يلمعن، واللمعان شيء يأتي بعد شيء، ولو قلت يشرقن لكان أكثر، لأن الإشراق أدوم من اللمعان، وقلت بالضحى، ولو قلت بالدجى لكان أبلغ، لأن الضيف أكثر طروقا بالليل، وقلت أسيافنا، والأسياف دون 10، ولو قلت سيوف لكان أكثر، وقلت يقطرن فقللت فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدماء، وقلت دما، والدماء أكثر الدم، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك. فسكت حسان بن ثابت رضي الله عنه ولم يجب بشيء. أسلمت الخنساء مع قومها بني سليم عندما قدموا جميعهم في السنة 8 للهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب شعر الخنساء ويطلب منها إنشاده، ويقول لها: هي يا خناس، يستزيدها القول، وهو يشير بيده. من قصائدها في رثاء أخيها صخر قولها: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، جلد جميل المحيا كامل ورع، وللحروب غداة الروع مسعار، حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار. ومن رقيق قولها في رثائه أيضا تلك السينية الرائعة تقول فيها: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي. طبعا بكت الخنساء هذا البكاء على أخيها صخر، ولكنها لما بلغ استشهاد أبنائها ال4 في معركة القادسية عام 15 للهجرة أظهرت صبرا وتسليما بقضاء الله، وقالت قولتها المشهورة: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. والخنساء التي قالت: أرى الدهر أفنى معشري وبني أبي، فأمسيت عبرا لا يجف بكائيا، أفناها الدهر، كما قالت في قصيدتها: أفناها الدهر مع بني أبيها، فرحلت مخلدة ذكرها عام 24 للهجرة.